كل اللي احنا هنحتاجه عشان نعمل اللي هي السكارفز اللي احنا شفناها دي بالظبط. 3 بقرات من إليزا بافي، اللي هي طبعا هي مبتستخدمش اللي هو الإبرة اللي هي التريكو ولا إبرة كروشيه، بنستخدمها بطوابعنا تماما. يعني هو مكتوب هنا كمان نو نيدلز نو هوكس. يعني احنا هنستخدمها 3 بقرات عشان عمل الكوفية اللي هي او سكارف اللي هي الشكل الحلوة دي اللي انتوا شفتوها. الفيديو ده مناسبة للناس اللي ما بتحبش خالص الشغل اللي هو بالإبر ولا الكلام ده، ولا حتى مش عارفين يشتغلوا بأي شغل بالإبر. واحنا اللي هنحتاج بس مقص عشان لما نيجي نخلص البتاع اللي هي السكارف نقصها او نبدأ سطر جديد او الكلام ده. دلوقتي هنيجي نبدأ مع بعض البقرة. تمام كده. اول حاجة هنعمل في اول سطر زي ما انتوا شايفين كده 25 حلقة. يعني هسيب 1 2 هعمل 25 حلقة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. تمام كده زي ما انتوا شايفين. من هنا هعمل 25 حلقة كل ده هعمل 25 حلقة بكوفية زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين كده عملنا اللي هي 25 حلقة. تمام. نيجي بقى نبدأ بقى السطر بقى الجديد. هنيجي نمسك الحلقة اللي هي دي او الحلقة زي ما انتوا شايفين وهنلفها بالشكل ده. يعني مش هنمشي نعمل حلقات فوق بعض بالشكل ده، لا هخليها ملفوفة هنا كده عشان الغرزة دي بتخلي شكل الكوفية سمكها تخين، في نفس الوقت انها بتكون غرز باينة اكتر. تمام. فهنيجي بقى نيجي نفكها كده مع بعض. عملنا اول حلقة بالشكل ده. تاني حلقة هنيجي نلف الحلقة دي وندخلها كده من ورا زي ما انتوا شايفين كده، والحلقة التانية هلفها بالشكل ده، وبعدين هدخلها الحلقة اللي هي بتاع السطر الجديد من ورا. هخليها قدامكم كده بالظبط عشان تشوفوها. هلف الحلقة دي بالشكل ده، دخل اللي هي الحلقة الجديدة ورا، ونفس الكلام هكرره لحد اخر السطر. وبعدين هوريكم بقى نيجي نطلع السطر الجديد ده. هخلص بس دي كلها وهوريكم هنطلع السطر التالت. زي ما انتوا شايفين كده انا خلصت اللي هو السطر التاني. عملناها زي ما احنا اتفقنا ان احنا هنلف الحلقة وبعدين ندخل اللي هي الحلقة الجديدة فيها بس من ورا. نيجي بقى هنا السطر التالت برضو هنطلع بنفس الكلام، يعني هنلف الحلقة بالشكل ده وبعدين هندخل الحلقة الجديدة بالشكل ده. برضو هكرر نفس الحركة لحد ما اخلص ال3 فقرات مع بعض علشان او ممكن توصلوا للمقاس اللي انتوا عايزينه. لان انا هوصل اللي هو المقاس حوالي اكتر من 2 متر وشويه. يعني الكوفيه هتكون، يعني انا حباها ان هو عرضها يكون واسع شويه وطولها طويل جدا. بعد كده هنيجي نكرر نفس الحركه، نلف الحلقه زي ما انتوا شايفين، نلف الحلقه كده وبعدين ندخل الحلقه الجديده من ورا بالشكل ده. شايفين مخليه شكل الوردة شكلها جميلة جدا. هنكرر نفس الحركة دي لحد ما نطلع الطول اللي انتوا حابينه. بعدين نيجي بقى نشوف بعد ما نخلص الطول كله بقى اللي احنا عايزينه ونشوف بقى مع بعض في اخر التقفيل هنعمل ايه. بعدين خلصنا اول بقرتين. ونبدأ بقى البقرة التالتة. زي ما انتوا شايفين منظر الكوفية من جوه، من الناحية اللي جوه جميلة جدا. ونيجي بقى نشوف بقى الناحية اللي هي اللي بره. بصوا شايفين شكلها، شكل الغرزة باينة قوي، يعني ان هي بتبقى من غير ما نلف الحلقة. شايفين شكل الغرزة شكلها جميلة جدا. نيجي بقى نعمل اخر بقرة مع بعض. هنيجي نبدأ اللي هو السطر الجديد، بتكون اخر حلقة بالشكل ده. نيجي نربطها عادي جدا، هنربطها 3 مرات بحيث انها ما تفكش مننا خالص في اي لحظة.
بعدين بعد كده بقى هوريكم في الاخر خالص لما نيجي ننضف اي حاجه زوايد طالعه دي في الخيط هننضفها ازاي. هنكمل بنفس الطريقه ان احنا هنلف كده الحلقه وبعدين ندخل الحلقه الجديده بالشكل ده. مش هنحتاج لا ابره ولا اي حاجه خالص، هنمشي بصوابعنا عادي. بعدين نكمل بالطريقه دي لحد ما نخلص البقره الثالثه. ونيجي بقى نشوف في الاخر لما نخلص البقره الثالثه هتبقى شكلها عامل ازاي. طبعا انا نسيت اقول لكم ما تنسوش اشتراك في القناه وتعملوا لايك على الفيديو. جديده. فيديوهات تعليميه حاجات سهله جدا. بالنسبه للناس اللي ما بتحب سهله جدا بالنسبه للناس اللي ما بتحبش الشغل بالابره او ما بيعرفوش حتى يستخدموا الابره. فبالنسبه للخيط ده بيبقى اسهل ليكي ان انتي تبداي عادي تعملي اي مشروع، جاكيت، كوفيه، شال، بطانيه، بس من غير ابر. يعني بنستخدم ان هو صوابعنا عادي اللي هي في نوعين من اليزا. اللي هو إليزا بافي، في اللي هو النوع إليزا بافي فاين اللي هي الحلقات الصغيرة، وفي نوع اللي هو إليزا بافي اللي هو حلقة اللي هي التخينة شوية دي، وفي نوع اللي هو إليزا بافي كولرز اللي هو اللي بيبقى جنجاب كده ألوان مع بعض. وفي أنواع كتير جدا من اللي هي الخيوط دي. بس ده أكتر خيط هو حلو جدا ناعم قوي كأنها قطيفة، اللي هو الخيط القطيفة بس اللي هو الحلقات بتاعته معمولة صغيرة. هو ده بالشكل ده اللي هو خيط القطيفة، بس هما عاملينها المصنع هو عاملها حلقات زي ما انتوا شايفين كده. اولا الخيط ده تركي ونوع نضيف جدا، فاهمة اللي هو الستاندرد مش اللي هو السكات. نيجي بقى بعد ما نخلص بقى الكوفية نشوف بقى اخر سطر مع بعض ان احنا هنقفله ازاي. طبعا في حاجة مهمة جدا نسيت اقولها لكم، ان احنا لازم نشتغل الكوفية بالشكل ده بالخيط ده على ترابيزة علشان نركز اكتر ان ما ننساش اي حلقة بتبقى زيادة من بره. فبنضطر مثلا لو احنا كملنا اكتر من 20 سطر بنضطر ان احنا نفك كل السطور دي عشان حلقة واحدة احنا نسيناها. ف يعني لازم نبقى مركزين جدا. اللي هي الحلقات اللي هي الصغيرة دي لازم تركيز كويس جدا، لان احنا فعلا احتمال ننسى حلقة. فنعملها احسن على الترابيزه بالشكل ده، فبتبقى متساويه ومفيش اي مشكله خالص معاهم. زي ما انتوا شايفين كده خلاص خلصنا الكوفيه. طلعنا لحد اخر سطر كده البقره خلصت. كان بقى منها حبه صغيرين في الاخر اللي هو بالشكل ده، بس انا خلاص قطعتها زي ما انتوا شايفين كده. هنيجي بقى نبدأ نقفل الكوفية. هنقفلها بالشكل زي ما انتوا شايفين. اول حلقتين اللي هي دي هدخل تاني حلقة في الحلقة الاولى بالشكل ده، هشدها وبعدين اجيبها الناحية دي وهدخل تاني حلقة في الاولى وبعدين اشدها وبعدين اجيبها كده الناحية دي. هدخل تاني حلقة في الاولى كده وبعدين اشدها الناحية دي، والتانية هدخلها في الاولى بالشكل زي ما انتوا شايفين كده لحد الاخر. هنعملها مع بعض بعدين نشوف بقى هنقفل في الاخر ازاي. شايفين قربنا خلاص نقفلها بقى. هنكبرها كده شويه عشان تشوفوا اكتر وانا بقفلها ازاي. هنجيب اللي هي تاني حلقه وبعدين ندخلها في الاولى، تاني حلقه ندخلها في الاولى، اخر حلقه زي ما انتوا شايفين كده هدخلها في الاولى بالشكل ده. وبعدين هاخد دي هقفلها زي غرزه المنزلقه بس هعملها مرتين بالشكل ده. بعدين هدخل دي جوه كده واشدها كويس وبكده الكوفية النهاية خلصت تماما زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. طبعا بقى نيجي بقى نخفي بقى العيوب اللي انتوا شايفينها دي بكل بساطة جدا. هنستخدمها بالإبرة اللي هي الكروشيه نخفي
شايفين شكل الغرزة جميلة جدا، باينة وبارزة اكتر لانها بتكون حلقة بنلفها مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. الشال ده واخد 3 بكرات. عمل ال3 بكرات دي عملت اللي هو 25 حلقة. الشال ده واخد عبارة عن 2.5 متر، ودي حوالي 30 سنتي. وبس كده خلصنا الكوفية زي ما انتوا شايفين كده. الكوفية خلصت شكلها جميلة جدا زي ما احنا قلنا انها طولها 250 سنتي وعرضها 30 سنتي. بس بصراحة يعني هي جميلة جدا. الجرزة باينة فيها وباينة انها فلافي جدا، يعني طرية خالص وناعمة قوي. دي خدت 3 بكرات زي ما احنا اتفقنا من إليزا بافي فاين. وممكن برضو تاخد 3 بكرات من إليزا بافي اللي هي العادية، بأي طول انتوا عايزينه، بأي عرض انتوا عايزينه. الغرزة دي احنا ممكن نستخدمها في بطاطين، ممكن نستخدمها في شاي الكبير، اي حاجه، اي استخدامات اللي انتوا عايزينها عادي. وقدرتوا تستفادوا منه، استمتعتوا بيه، واتمنى ان انا اقدر اكون فدتكم. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا جرس ولايك وشير عشان الفيديو يطلع اكتر والناس تشوفه وتستفاد اكتر. وما تنسوش برضو تقولوا رايكم على اللي هي التوتوريال دي. وان شاء الله اتمنى تكونوا استمتعتوا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.